بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوصفة ديالنا ديال هذا النهار وصفة سهلة وفي المتناول، وأي واحد يقدر يديرها وديرها حتى لآخر دقيقة في الوقيته اللي تبغي طيبيها. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وما تحتاجش بزاف ديال المكونات اللي عندك في الدار تقدري تحضري بهم هذه الوصفة، وسهلة وكتعجب الدراري. اخاص الدراري كيعجبهم غير دير لهم الفرماج وديري لهم الزيتون وداكشي، راه وجبة سهلة. يلا نمشيو نحضروها. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. غادي نحتاجو هنا بصله صغيره، نص فلفله خضراء ونص فلفله حمراء، هنا جوج ديال مطيشات، قزبر والمعدنوس، واحد جوج سنين ضريسات ديال الثومه، الملحه والبزار والتحميره، شويه زعتر غير باش يعطي المذاق ديال البيتزا بحال البيتزا. عندنا جوج بيضات، الا كنتو غتضاعفوا الكميه ولا تكثروا زيدوا البيض. عندنا كاس الحليب على حسب غادي نديرو، نشوفوا شحال غادي خصنا، ما غاديش نديروه كامل في الاول. عندنا البان دومي، الا ما عندكمش ديروا الباغيت، فرماج مربعات، لا دان فيمي حتى هي اختياريه، اللي بغى يدير الدجاج، اللي بغى يدير الطون، اللي بغى يدير شي حاجه اخرى، ولا اللي ما بغاش يديرها كاع. عندنا الجبن المحكوك باش نزينو في الفوق، والزيتون حتى هو غير التزيين. هاد لا شابلور غادي نديروها غير باش ما يلصق ليناش الكراتان في المول، باش نقدروا نحيدوه يجينا سهل. يلا نبداو. اول حاجه كندير واحد شويه الزيت باش نشحروا فيه المقادير. كندير البصله، اول حاجه كنديروا البصله تشحر، كنديروا معاها الثومه باش ما تحرقش، نحركوها شويش غير شويش. نزيد الملحه باش تطلق الماء ديالها، ونزيدو لها الفلفله، نديروها تطبخ شويش، عاد نزيدو لها مطيش. دابا نزيدو لها مطيشه، نزيدو لها التحميره والبزار، شويه الزعتر نخليوه حتى الاخر، ونخليوها طيب على خطرها، ومن بعد نرجعوا لها. اثناء كنوجدوا المول اللي غادي نديرو فيه، دهنوا شويه الزيت ولا زبده. هاد الخطوه اختياريه غير باش الا كنتو غادي تزولوا الطروفيط يزولوا لكم مزيان ساهلين. ندير ليه شويه لا شابلور، شدو البيض، ندير معاه الحليب، كنديروا معاه لا ملح لا والو لان الخبز مالح، وغنديروا الاجبان داكشي غادي يطلق الملحه بزاف، اللهم ما نديروا معاه والو. نزيدو شدو الخبز ديالنا توست، نديروه هنا طبقه بالبلا،
كنقادو على حسب المول اللي عندنا. اول حاجه كنديروها هي الفرماج. ندير عليهم قطعه ديال الجبنه هكذا، بعد ما طابت كنزيد لها داك شويه ديال الزعتر باش عطينا داك النسمه ديال البيتزا. اللي ما عندوش يدير الزعتر عواد حكو بين يديه وصافي. كنحاولوا نقادو هادشي هنا. اللي كيبغي يقدر يزيد فيها حتى القرعه، يقدر يزيد فيها الشامبينيون، يقدر. هذا اقتراح الواحد يدير اللي ممكن ليه، كل واحد يدير اللي جاه اللي موجود عنده في دارو. مهم يدير شي حويجه هذه العشاء تكون خفيفه. بقالك البان دومي، بقالك شويه بصيله مطيشه وداكشي، ماشي شي حاجه كثيره. اي واحد تقدر تكون عنده هادشي كلشي موجود في الدار. شويه الربيع دابا، شويه حتى الاخر. دابا غنزيد البان ديالي اللي بقى. دابا غادي نزيد عليه هاد الجبن المربعات. بعد نديرو الجبن الاخر، نديرو الزيتون، نديرو الربيع، ندخلو للفران تكراتينا ونجبدوه. غادي غير نديروه من الفران لتحت، نديروه الفوق باش يطيب من التحت، غير يشد راسو مزيان، ونوليو نهبطو نشعلو عليه العافيه من الفوق، غير تكراتينا ونجبدوه. ما كيشدش بزاف د الوقت في الفران. هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. انتما كتشوفوا كتجي سهله في التحضير وسهله في الطياب، ما كتاخذش حتى شي 15 دقيقه. غير كتشد راسها مزيان في الفران، كنهبطوها تكراتينا وكنجبدوها. هاد الوصفه ديروها في اي وقت فوقاش ما بغيتو، الوقت اللي يكون عندكم شي عشاء خفيف ولا شي حاجه وما عندكم ما قادرينش تحركوا، ديروها سهله. وصفه سهله وفي المتناول، وكلشي تقريبا موجود في الدار. تقدروا يبدلوا لادان فيما تقدروا تبدلوها بالطون، ولا ديروا كفته، ولا ديروا شويه ديال الدجاج كفته. المهم اللي موجود، ولا ما موجودش كاع تقدروا ديروها غير بالخضر وكذا وتكثروا الفرماج. الوليدات راه كيبغيو الفرماج. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. وان شاء الله الى وصفه سهله وجديده مره اخرى ان شاء الله.